السلام عليكم متابعي قناة فكر وتعلم الكرام في مقطع جديد. في هذا الفيديو لقد قمنا بجمع لكم مجموعة من المقاطع المذهلة ونتمنى أن تنال إعجابكم، لكن قبل البدء لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، فهذا يسعدنا كثيرا وشكرا لكم. خلال قيام هذه المذيعة بالبث المباشر وقعت حادثة طريفة حين بدأ المقعد في النزول إلى الأسفل لتبدو وكأنها تغرق، ولقد تكرر الأمر كثيراً في كثير من القنوات والبرامج المختلفة، وتذكرنا تلك المواقف بأفلام مستر بين الهزلية. يا للكارثة، شاهد لحظة انهيار طوابق هذا المستودع. دخل هذا الثعبان منزل أحدهم ليلتقي مع هذان الكلبان الشجاعان اللذين تمكنوا من القضاء عليه. هذه السمكة الشفافة المدهشة ليست لعبة أطفال مطاطية أو ما إلى ذلك، بل هي بالفعل سمكة حقيقية عثر عليها في شبه جزيرة كاريكارا، نيوزيلندا. ويقول صاحب الفيديو أن السمكة تشبه الهلام تقريبا، وتستطيع رؤية أي شيء من خلالها، وفي الوقت نفسه لا ترى شيئا داخلها سوى عينيها الصغيرتان. ويضيف: لا نعرف حتى الآن ما نوع هذا المخلوق البحري على وجه التحديد، والتفسير الوحيد لها أنها قد تكون من نوع ماجوريس لابا، وهو نوع من اللافنجريات البحرية. وإذا صدق هذا الاستنتاج فإنها تعد إحدى المخلوقات البحرية غير المؤذية تماما، والتي تتغذى فقط على العوالق. لذلك يعتقد العلماء أن شفافيتها توفر لها بعض الحماية من الافتراس، وتعد نوعا من التمويه للسمكة، شأنها شأن الحيوانات غير المفترسة. وجد هذا اللص بعض الدراجات النارية في الخارج، فاعتقد أنها فرصة رائعة لسرقة إحداها، ولكنه لم يكن يعلم أن أصحابها بالداخل، حيث قاموا بمطاردته واستطاعوا إحضاره وكبلوه من يديه ولقنوه درسا لن ينساه أبدا في حياته. أعتقد أنه يستحق ذلك. لم يكلف عامل التوصيل هذا نفسه عناء النزول من مركبته، واكتفى برمي الحذاء الرياضي أمام باب منزل صاحب الطلبية، لكن الطرد سقط بعيدا عن الباب. لقد اضطر للنزول من سيارته، لكنه واصل مماطلته وتعامل مع الطرد بهذه الطريقة. قبل أن يتم فتح هذا الجسر بهذا الشكل المخيف الذي جعل هذا الرجل يتعرض إلى واحد من المواقف الخطيرة جدا داخل السيارة وهو على هذا الجسر. يلاحق صاحب السيارة مسرعا وكأنه يطلب منه أن يتوقف، لكنه لا يريد، ورغم تمسكه بالسيارة إلا أنه لم يكترث، وأخذه في جولة طويلة ليبدو الأمر وكأنه مشهد مأخوذ من فيلم. كان يقوم هذا الرجل بعمل تقرير لقناة الأخبار بينما سقطت هذه الفتاة خلفه في مشهد مضحك للغاية. رصدت زائرة لإحدى حدائق الحيوانات في أمريكا بكاميرا هاتفها مشهد لا يصدق لقرد وهو يعثر على نظارات شمسية داخل محميته، حيث حملها بيده ثم وضعها على عينيه كما يفعل الإنسان تماما، وهو ما أدهش الجميع. لا شك أن الطيران في الهواء أمر ممتع للغاية، ولكن مع المحترفين المتعة مختلفة تماما. أنزلق هذا النادل وسقط الأرض، لكن لحسن حظه أنه لم يحصل شيء لكل تلك الأطباق التي كان يحملها بين يديه. طفح الكيل مع هذا الكلب من صاحبه والذي يسلط المروحة عليه، فقام بالخروج من القفص وتسليط المروحة على القفص والعودة إلى مكانه، أي في القفص مرة أخرى، وكأنه لم يفعل شيء.
هذا الكلب المشاغب عمل على إفساد الستار وينتظر وقوعه بحذر شديد. لا نعلم ما يفعله هؤلاء، ولكن على ما يبدو أنهم يمارسون رياضة التزحلق على الماء في حديقة المنزل. خطط هذا الرجل من أجل توثيق طلب الزواج باعتماده على هذه الماسورة البارعة التي لم تصور شيئا سوى تعثرها وسقوطها المتكرر. إذا كنتم تحملون الكثير من الأغراض فننصحكم باستعمال المصعد. في هذا الفيديو نرى كيف تمت عملية هدم كوخ خشبي قديم في إحدى القرى الروسية. سقطت قطعة المثلجات على الأرض، فقام هذا الشاب بتنظيفها بواسطة فمه، لكنه أصيب بصدمة حين لاحظ وجود كاميرا المراقبة المزعج. فيما حدث هو أن الشاب لم يكلف نفسه عناء تنظيف الرصيف. آلية الحفر تلك وكأنها أفسدت أحد أنابيب المياه، فنتج عن ذلك فيضانا. الخيول ذكية للغاية وتتعلم من البشر. شاهد كيف قام هذا الخيل بفتح باب المكان بسهولة مطلقة عندما رأى صاحبه يقوم بذلك. أبدى لاعبا كرة السلة المشهوران لنادي نيوجيرسي الأمريكي جايزي وديدي أمتعاضهما، مما يقوم به مشجع الفريق الخصم المدعو بيني والذي يرتدي رأس دمية. وعلى الرغم من أن هذا الأخير حاول جعلهما يضحكان، إلا أنهما كانا منزعجين مما يقوم به. قام هذا الفريق بتجربة فريدة من نوعها، ألا وهي القفز بالسيارة. ربما يسعون للحصول على المتعة بشتى الطرق، لكن هذا هو مصير السيارة. يمكن القول أن الإبداع في الألعاب النارية قد انتقل إلى مستوى آخر. شكراً على المشاهدة، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالفيديو. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. وللمزيد من الفيديوهات الطريفة والمسلية اشتركوا بالقناة. نقترح عليكم أيضاً مشاهدة هذه المقاطع.